عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل طريقة صوابع مقرمشة كده حلوة جدا للمدارس، تحطيها في اللانش بوكس للأطفال. نشوف الطريقة سهلة جميلة ازاي. معانا بطاطس قطعتها صوابع بالشكل ده، واحط عليها شوية ملح، نص معلقة صغيرة بابريكا، ونص معلقة صغيرة كركم، وهقلبهم على بعض بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده. حط عليهم شويه خل، معلقه خل كبيره، ندعكهم برضو مع بعض كده كويس. تمام. ننزل عليهم بالميه السخنه ونسيبهم حوالي ربع ساعه ونحمرهم في الزيت. زي ما انتم شايفين حبايب طنط اموله، سبتهم كده في الميه السخنه حوالي ربع ساعه، وهحطهم في الزيت السخن بالشكل ده. بسم الله. هتاكلوا بقى احلى بطاطس محمره ومقرمشه، اطفال في المدارس هيدعولك عليها. التركه الحلوه بتاعه الخل مع البابريكا مع الكركم هتدي طعم ومذاق خاص. بس كده. طبعا هنسيبها تحمير البطاطس العاديه خالص، اول ما تستوي هنطلعها. ده الشكل النهائي يا حبايبي. البطاطس بتاعتنا شايفين جميله ومقرمشه ازاي. ما تنسوش بقى تجربوها لاطفالنا الحلوين في المدارس، تحطوها لهم في اللانش بوكس، وتقولوا رايكم في الكومنتات. حاجه كده في منتهى الجمال من ايدين طنط اموله. وكل سنه وانتم طيبين، وعشان خاطر المدارس، وسنه سعيده عليكم يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.